إن شعبنا لا يطلب سوى الحرية، سوى العدالة، ونحن الجند الأوفياء الذين عاهدنا الله والوطن وعاهدنا شعبنا الأبي على الوقوف إلى جانبه حتى آخر قطرة من دمائنا أو نيل حريته المنشودة. إن النظام أيها الإخوة بدأ يتهاوى وبدأ يترنح تحت ضربات جنودنا البواسل، جنود الجيش السوري الحر. إن النظام أصبح إلى المفاوضة من جنودنا البواسل كما حصل في السبداني منذ أيام، وفي هذا اليوم وفي مدينة الرستن وفي شوارع وأحياء حمص الأبية، حمص الثورة، حمص عاصمة الثورة العربية. إن شعبنا الأبي يسمع كل هذه المعجزات منفردا دون مساعدة من أحد ولا منة لأي دولة في العالم. إن كل دول العالم تقف ضد قضيتنا، ضد حريتنا، ونحن بعزيمتنا ووقوفنا إلى جانب شعبنا ووقوف شعبنا إلى جانبنا أيضا منذ 40 عام من الظلم ومن الهوان، ورأى هذا الشعب الأبي المارد أن يحقق ثورته ويقف ضد الظلم والطغيان منفردا لوحده. لقد قدم شعبنا التضحيات، لقد قدمنا حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء وأكثر من 100,000 معتقل. كل هؤلاء ومن المشردين الذين شردهم هذا النظام في كل أنحاء العالم وفي الداخل أيضا أكثر من ربع السكان يعيشون في البراري نتيجة الجوع. لقد تحول نظام الأسد إلى فرعون هذه الأمة، لم يراعي لا حرمات ولا ضمير ولا إنسانية. لقد هدموا البيوت على رؤوس ساكنيها، ورغم هذا كله فشعبنا صامد صابر. إن شعبنا لا يريد الطعام ولا الشراب، إن شعبنا لم يشتكي من الجوع والفقر، ولم يشتكي من قلة من الرفاهية ولا أي شيء. إن شعبنا يريد السلاح لنيل حريته بيده، لا أن يمنن عليه أحد أنه أهداه الحرية. إن شعبنا سيحقق نصره وسيحقق ثورته إن شاء الله بيديه. إن دول العالم تدخلت في أكثر من بلد وبفترات زمنية قصيرة، لكننا في سوريا شارفت ثورتنا على العام الأول من عمرها، وأمريكا وكل دول العالم تقول أنها لن تتدخل عسكريا، ونحن بعد هذا الوقت لا نريد أن تتدخل عسكريا. نحن سنحقق نصرنا بأيدينا إن شاء الله تعالى. إن دول العالم تتخوف من أن يحدث في سوريا حرب طائفية، ونحن نطمن العالم ونطمن إخوتنا في الداخل والخارج أننا لسنا من هواة الطائفية، وإننا نكره وننقض الطائفية. إننا شعب واحد، شعب سوري واحد من المحيط، من الشمال إلى الجنوب ومن البحر إلى النار. كنا نتعايش ونعيش قبل هذا الحكم الفاسد إخوة وأهل على امتداد الأرض السورية، وسنبقى كذلك أيضا. سنحاسب كل من تلطخت أيديهم بدماء شعبنا وفق القانون. إننا نسعى إلى بناء دولة عصرية
دولة مدنية ملؤها العدل والمساواة والمحبة. كلنا إخوة في هذا الوطن، فنحن لسنا طائفيين ولسنا عرقيين ولا مذهبيين، إننا سوريون شعب واحد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سيجمعنا الله وإياكم على تراب سوريا المحررة قريبا. وبجهودكم ومساهماتكم في معاونة إخوانكم في الداخل ومساعدتهم على نيل حريتهم. ونتمنى أن نشكركم على مواقفكم النبيلة. نشكرك جزيلا سيادة العقيد، وشكرا كثير انكم اخذناكم نحن كثير ساعة، هلا حوالي 3:30 الصبح في تركيا او على الحدود السورية. جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين عامة، والله يعطيكم العافية سيادة العقيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.